انا كتبت بوست وقلت ان لو اشرف نصار جاب مصطفى شلبي ب 35 مليون جنيه علق صورته ورايا، فسياده اللي هو اشرف نصار رئيس البنك الاهلي بنك اهل مصر جاب مصطفى شلبي ب 35 مليون جنيه. بس انا بصور الساعه 4 الفجر اهوت، فلسه ما طبعتش صورته، فهاخد صورته سكرين شوت واحطها ورايا هنا. والله العظيم انا بقدم احر التماسي والتحيات لسياده اللي هو اشرف نصار. خدت مننا محمد عبد الغني وسيد نيمار ومصطفى شلبي، وجبت لنا الاسطوره الهداف العراب، احسن فينيشر في التاريخ، احسن مهاجم عرفته الكره، الاسطوره ناصر منسي. تعال نبدا الفيديو بقى. انت ممكن تسال نفسك وتقول هل الزمالك عنده فرصه يرجع مصطفى محمد السيزون ده في الانتقالات دي؟ اقوم ارد اجابك ببساطه واقول لك عنده فرصه، بس لازم شخص يطلع قد كلامه ويوفي بالوعود بتاعته، لو لمره واحده يعمل حسنه للزمالك، الا هو ممدوح عباس. دلوقتي يا اسطى نانت عرض مصطفى محمد للبيع، ليه اللي هيخش يدفع اكتر عشان الحوار المثليه وكل ده. قشطه تمام. طب دلوقتي الاهلي مقدم عرض لنانت، هنفترض ان العرض ده مثلا 4، ام بيراميدز داخل عرض، الاقوال دلوقتي ان بيراميدز عرض ضعف الاهلي. انت بقى لما تخش في السوق معاهم في المسابقه دي بمفردك انت هتداس، مش هتعرف ان انت تجاري عرض بيراميدز وعرض الاهلي، وطبعا ان انت هتبيعه العرض اللي هيكون اعلى. هي ما تعرفكش ولا تعرف ده، هي عايزه مصلحه نفسها. فانت لما تخش وتعرض عرض بمفردك مستحيل ان انت تجاري الاهلي وبيراميدز، فلازم ممدوح عباس يخش. انا نفسي انه يخش يتحمل تكليف الصفقه دي بس، والله العظيم ما عايز منه اي حاجه تانية، بس يخش يتحمل تكليف صفقه انتقال مصطفى محمد. طب حد هقول لي الراتب بقى؟ ابراهيم عبد الجواد كاتب تويته قال لك ان مصطفى محمد يفضل الاحتراف في اوروبا، ولو هيرجع مصر هو بيفضل يرجع على نادي بيراميدز مش الاهلي، علشان علاقته ما تتاثرش بجمهور الزمالك. طب انت عارف الاهلي اصلا عرض على مصطفى كام؟ 3 مليون يورو، يعني 175 مليون جنيه. انت بتتكلم في حاجه زي كده. انا ما بقولكش ان هو هيروح بيراميدز ياخد 20 مليون، اكيد لا، هياخد برضه اعلى، بس انا بتكلم ان اي لاعب لما يرجع من بره ويجي له اهلي وبيراميدز طبيعي هيختار الاهلي. وابسط مثال على ده امام عاشور، كان جاله بيراميدز مع الاهلي واختار الاهلي. فانت ان لاعب ما يختارش الاهلي ويختار بيراميدز عشان علاقته مع الزمالك، فمليون في المية انت لو دخلت في الصفقة وقدمت عرض له واديت مصطفى الراتب اللي انت كنت هتجدد بيه لزيزو اللي هو 80 مليون، 100% هيوافق معاك، لان هو شاريك، هو لسه مشجع ليك. انه يعمل كده فده يدل ان هو لسه بيحب الزمالك، هو مش عايز علاقته تتاثر بجمهور الزمالك. فلما تديله ال 80 مليون اللي كنت هتجدد بيهم لزيزو، انا ما بقولكش برضه انت هتديله اقل من 50 مليون في الزمن ده، في ظل الرواتب اللي الاهلي وبيراميدز بيدفعوا للعيبه. استحاله تجيب لعيبه سوبر ستار تديها راتب اقل من 50 مليون، انسى. انا بقول لك اديله الراتب اللي انت كنت مجهزه عشان تجدد بيه لزيزو. بس لازم ولا بد ممدوح عباس يخش يتحمل تكليف الصفقه من نانت، عشان نانت مليون في الميه هتبيعه للعرض الاكبر. انما لو على الراتب الزمالك ممكن يقدر يدفعه، ما بقولكش هيدفع زي الاهلي وبيراميدز، لا هيدفع اقل منهم ومصطفى هيرضى عادي، بس مش اقل منهم اللي هو يعني 10 مليون. انا بنتكلم في الارقام في الزمن ده عامه.